ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل النهارده البتنجان المخلل بجد بطريقه حاجه كده رهيبه. معايا هنا قرن فلفل حامي مع قرن فلفل رومي وقطعتهم بالشكل دوت، ونزلت بيهم في الكبه، ومعايا كمان طماطميه قطعتها 4 وحطيت كمان معلقه كبيره من الثوم المهروس. بعد كده هبدأ بقى اضرب كده كله مع بعضه، وده كان شكلها بعد ما اتضربت. هنزل عليها بقى بشويه من الكمون، وكمان طبعا المخلل اساسه كمون، وهنزل كمان بشويه ملح، وكمان شوية بابريكا وشوية خل، وكمان هنزل عليهم كمان بعصير ليمونة كبيرة، وهضرب تاني في الكبة عشان يمتزجوا كلهم مع بعض. وبعد كده هجيب البتنجان بتاعي، انا لما باجي اقليه بروح فاتحاه واقليه دوبك بس يستوي معايا، وبعد كده بطلعه وهبدأ بقى احشي البتنجان بتاعي بالشكل دوت. وبعد كده هجيب معايا طماطم وهبدأ اعمل فيها شرايح، بس مش هوصل السكينة للاخر عشان يفضل شكل الطماطمايه معايا بالشكل دوت. وهبدأ اجيب بقى التتبيلة بتاعتي وهبدأ احشي ما بين الشرايح. ده كان شكل الطماطم بعد ما قطعتها شرايح. هجيب بقى التتبيلة بتاعتي واحط التتبيلة ما بين الشرايح بتاعة الطماطم. بجد بيبقى شكلها شيك قوي وشكلها حلو قوي، جربوها والتتبيلة بجد رهيبة وحلوة قوي. طريقة بجد دي الطريقة الأصلية وهتعجبكم جدا. هبدأ بقى، ده كان شكل الطماطم بتاعتي، وهبدأ بقى اقدم الاطباق بتاعتي، وده كان شكلها. جربوا الوصفة هتعجبكم قوي، تنفع جنب اي اكل تحبيه، بتفتح النفس بجد وبتبقى رهيبة بجد على سفرتك. جربي الوصفة وهستنى رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.